سود. اليوم كان يوم كبير جدا في تاريخ كرة القدم الوطنية. ليس القصد أن المنتخب المغربي عبر إلى الدور نصف النهائي وأكد استحقاقه لكل المراهنات عليه كفريق ممكن أن ينافس على اللقب، ولكن لأن المغرب قطع مع عقدة طويلة المدى. انتظر المغاربة كثيرا لكي يطأروا من المنتخب الكاميروني الذي هزمنا في مناسبتين خلال نهاية كأس افريقيا الأمم، وأيضا تعادل معنا مرة. اليوم بأجمل طريقة ممكنة استحضر المغاربة روحهم الحقيقية، واستحضر أسود الأطلس أيضا أسلوبهم الجميل، ليؤكدوا لكل من ربما انتابه شك خلال المباريات الأربعة الأولى على أنه قادم إلى هذه البطولة ليرفع لقبها وتاجها ويضع النجمة الثانية على صدره. بهذه الفرحة المغربية من كل مكان هناك في المغرب وفي الدوحة، فرحة مغربية في إنجاز كبير، في حدث كبير، باستضافة مميزة نعيشها في المغرب وصولا إلى المربع الذهبي. اللي العنوان الكبير اللي نجم نقولوا الشقاء المغاربة اليوم كانوا رجال بكل ما في المعنى من كلمة. قلت إنجاز وإعجاز مشاري. إنجاز وأنه كسر عقدة، والإعجاز الطريقة. الفريق المغربي اليوم حاجة من صدقناهاش الحقيقة، نتفرج وكأنه القوة متاع الفريق الكاميروني البدنية قناها عند الفريق المغربي. الفريق المغربي اليوم الضغط رهيب في الشوط الأول. جرينتا القليب، لا أكثر من قليب، إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، إمكانيات بدنية فاجأتني. صحيح أنه المغرب لحد الآن انتظرنا المقابلة المرجعية، جات المقابلة المرجعية في موعد حاسم. اليوم صعيب ياسر باش تجبد اسم من وسط المجموعة. تظلم لو تجبد اسم وحيد من وسط المجموعة، لكني باش نجبد اسم اللي ما تنتظروش، ما لعبش المقابلة ولكنه كان لاعب رقم واحد. والجمهور جمهور غير عادي، الجمهور المغربي الجمهور المغربي جمهور غير عادي. خلينا نعيش الفرحة، نعيشها. هذا الإنجاز سبب هذه الفرحة بالطبع. فمش حاجة في الدنيا، في الحياة، فمش حاجة في الحياة تعمل الفرحة هذه. رينا الأرجنتين شعب كامل خرج للشارع، فما فرحة توحد شعب، وربما إذا كان فما قلوب صافية توحد العرب الكل. لو كانت القلوب صافية، ونتمناو أن القلوب صافية توحد العرب الكل، فماش فرحة، فما حتى فرحة تضاهي ما نشاهده، ما شاهدناه في الملعب، ما شاهدناه في باريس، ما شاهدناه في الدوحة، ما شاهدناه في كل أنحاء المغرب. فعلا لا أكثر من هكا، فما فخر. أنا وقت اللي نتحدث على المغرب وشاهدنا المقابلة مع بعض فما فخر كبير. ما شاء الله المغرب عملت مقابلة مونديالية اليوم، مقابلة مونديالية مستوى عالي جدا. تحب تفهم المقابلة؟ قل لي قداش من تصدي عملوا بونو اليوم؟ ولا تصدي. كرة مدافعين ما شاء الله، خلي حتى كرة تمر. إذن الفريق المغربي الحقيقة اليوم
كان فريق مغربي صنديد في مقابله من حديد. وخليني انهي بكلمه فقط ونعطي الكلمه للزملاء. ابراهيم دياز 5 مقابلات 5 اهداف. احنا في تونس ما نعرفش نقولوا 5 وخميس 5 وخميس على ابراهيم دياز بالخمسه في الخمسه. 5 وخميس على ابراهيم دياز. وبعد 5 مواجهات وصلت المغرب بهذا الانجاز، بهذا التاثير، بهذا الانتصار المميز المستحق بهدفين ولا اروع يعني. أنا قدما عربية في الدور نصف النهائي، وهذا هو الشيء الأجمل النهارده. حقيقة أنا مش عارف من أين أبدأ. كل تفصيلة النهارده في المباراة كانت أكثر من رائعة، كل تفصيلة جميلة. تحتار تتكلم عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه مما قدمه المنتخب المغربي. كانت الترشيحات قبل انطلاقة البطولة كانت تضع المنتخب المغربي في صدارة المرشحين بلا منافس للقب. حامت بعض الشكوك حول المنتخب المغربي عطفا على المستويات اللي حدثت في المباريات الافتتاحية. النهارده عاد المنتخب المغربي في صدارة الترشيحات مرة أخرى وبشكل أقوى مما كانت عليه قبل انطلاقة البطولة، عطفا على ما قدمه من أداء. أنا في رأيي الشخصي أداء أسطوري. تخيل الارقام. فتحي بيقول لك انه ياسين بونو كام كوره وصلته، في ارقام كتيره جدا. انت اول ركنيه للمنتخب الكاميروني كانت بعد الدقيقه 70. في المقابل كان اول 5 ركنيات في اول ربع ساعه للمنتخب المغربي. تفاصيل كتيره بتصب في مصلحه المنتخب المغربي. قبل انطلاقه المباراه كان الكل بيقول المنتخب الكاميروني هينجح انه يجر المنتخب المغربي في المباراه بدنيه، ولا المنتخب المغربي هو اللي هينجح يجر الكاميروني في مباراة فنية. المنتخب المغربي جر الكاميروني. إذا الفرحة في كل مكان يعني اسمح لنا ان قاطعناك، لكن الفرحه مستحقه يعني. الفرحه النهارده مسموح لك كل شيء، وبكره كمان هيبقى مسموح لك اكثر ان شاء الله. ان شاء الله عايز اقول في كل الانجازات العربيه ان شاء الله. عايز اقول انه كميه الثنائيات والالتحامات النهارده اللي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بلغه الكوره كده زي ما بنقول ركبتهم الماتش. انا اعتقد انه المنتخب الكاميروني نفسه اللعيبه دهشت في ارض الملعب على المستوى البدني الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي. كنا متخوفين على المنتخب المغربي بدنيا من قوه المنتخب الكاميروني، لقينا الموضوع مغاير تماما ومعاكس تماما. المنتخب الكاميروني